المصريين مش طبيعيين، عاداتهم من آلاف السنين ولحد النهاردة متشابهة حتى في طريقة تزويغهم من الشغل. في لوح أثري عمره حوالي 3200 سنة متسجل عليه أسباب غياب 40 عامل عن العمل في مصر القديمة، والأعذار في منها لسه بنستخدمه لحد النهاردة، زي عذر بناء البيوت، إنك بتبني بيتك أو بتعمل فيه حاجة فواقف مع الصنايعية علشان ما يبوظوش الشغل، أو حد من العيلة تعبان فأنت قاعد معاه علشان تراعيه. وكان في عذر بيتكرر كتير وهو إن عقرب لدغك، وده بالظبط شبه العذر بتاع إن وأنت جاي الشغل الصبح الكلب عضك. وفي عذر بقى ان مراته حامل فهو قاعد معاها علشان لو احتاجت حاجة او كده يعملها. مصر القديم ده كان حنين قوي. والعذر الاغرب بالنسبة لي كان تخمير البيرة. تخيل ناس اخده اجازة علشان تعمل مزاج. وانت بقى اغرب عذر استخدمته علشان تخلع من الشغل كان ايه؟ لايك وفولو واستنوا الجديد علشان كله